فعمل الفواتح وعمل الأربعين وعمل الإطعام وعمل الكذا هذا ما راح يبري ذمة المرحومة إذا كان ذمتها مشغولة بحق الناس أو كذا. ثانيا هذه الأربعين شنو؟ إلى مستند شرعي؟ لا، الناس تعلمت والناس سوتها باعتبار يذكرون مرحومهم بعد 40 يوم يذكرونه بفاتحة ويذكرونه بمجلس. هذا ما إلى أي أصل شرعي. هاي 2. 3 يعني إذا أنا جلست في البيت وطبخنا في الطبخة وقعدنا إحنا أولاد عمنا أكلنا، يعني هذا ما يسموه 40؟ لازم نعزم الناس ونسوي ولايم ونخلي الصواوين والخيم ونصرف زايد. الأخت تقول إحنا ما عندنا إمكانية مالية، ويقولوا له لازم تعزم الناس وإلا خالتك راح ما أدري شو يصير بيها بالقبر. أبدا، راح هي مستقرة بقبرها إن شاء الله، روضة من رياض الجنة إن شاء الله، قبرها روضة من رياض الجنة. تسوي لها 40 أو ما تسوي لها 40، تعزم الناس أو ما تعزم الناس. هذه جاهلية في بعض الأحيان نحن نلبسها بلبوس العلم، نتصور هاي قضية شرعية وعلمية وكذا. لا لا لا، هاي جاهلية وأذية. يا ريت، أنا ما أدري، في اليوم أريد أتكلم أكثر من هذا. يا ريت الناس يتمسكون بالعادات والتقاليد الشرعية مثل ما يتمسكون بالعادات والتقاليد العرفية اللي هيك ما لها داعي. ما أدري، الناس يتمسكون بالعادات الشرعية مثل صلاة الجماعة. أكو تمسك بصلاة الجماعة وهي مستحبة جدا. أكو الناس يتمسكون بشيء اسمه إصلاح ذات البين وإصلاح الناس وعدم التفرقة بالناس. أكو لو لا، إحنا فقط الفواتح نركض وراها، ما أدري عمل ما أدري إيش، والقضايا اللي ما إلها الداعي وفقط مصاريف زايدة وفي نفس الوقت أذية للناس.